بتبدأ حلقتنا مع ميلان اللي كانت بتمثل إنها شرطية في القوات الخاصة وبتواجه الوحش إيدن، لكنها كل شوية توقف التصوير لأنها بتخاف منه. وكلوي بتقول لها أنت تاخدي جايزة أكتر بنت جبانة، وبتخاف من خيالها والكل بيضحك عليها فبتزعل وبتسيبهم وبتمشي. وهوكموس كالعادة بيستغل غضبها وزعلها وبيبعت لها الأكومة تسيطر عليها وبيقول لها هتكوني هوروفيكيتور اللي ما بتخافش من حد، بالعكس انت هتخوفيهم كلهم وتجيبيلي الميراكولوس. وترد الجميل وبتيجي مارينيت تدور على ميلان عشان تصالحها وتهديها، لكن بتيجي إليا وبتنده عليها عشان يكملوا مشروع الفيلم. وبتبدأ هوريفيكيتور إنها تخوفهم، وبتسمع مارينيت صوت أصحابها وهما بيصوتوا وبيجروا عشان يشوفوا فيه إيه. وبيلاقوا سائل لزج على الأرض ومش بيلاقوا كيم وتيم، وبيجروا يدوروا عليهم. وبيروح أدريان عشان يتحول للقط الأسود، وبتروح مارينيت هي كمان عشان تتحول للدعسوقة. وباقي أصحابهم بيروحوا يبلغوا المدير باللي حصل، لكنهم بيلاقوا الأوضة مليانة سائل لزج وهو كمان مختفي. وبيلاقوا المدرسة اتغطت كلها بالسائل اللزج ده، وبتجيلهم الدعسوقة عشان تطمن عليهم وبتقول لهم لازم تسيبوا المكان ده حالا. لكن القط الأسود بيجي وبيقول لهم إنه حاول يقطع السائل ده ومعرفش، فبكده إحنا محبوسين كلنا هنا. وبنروح لهوريفيكيتور اللي بترمي كيم في السائل، وكل ما يخاف منها بتزيد قوتها وبتحبسه جوه السائل اللزج ده. وبنروح للدعسوقة والقط الأسود وأصحابها اللي بيجروا عشان يستخبوا، لكنهم بيلاقوا هوريفيكيتور بتظهر لهم وبتمسك نسانيل وكلهم بيخافوا وبيطلعوا يجروا، وهي بتزيد في قوتها وبترمي على القط الأسود السائل، لكنه بيجري وبيتفادى السائل ده. وكانت هترمي السائل على نينو، لكن الدعسوقة بتلحقه وبتجري وراهم وهم مش عارفين الأكومة فين. وبتقف تواجهها الدعسوقة، وهوريفيكيتور بتفضل ترمي عليها سائل كتير جدا لحد ما بتقدر الدعسوقة تلف اليويو على ايديها. والقط الأسود بيطير عشان يضربها، لكنها بتلحقه وبترمي عليه السائل وبتلزقه في الحيط. وبتمسك الدعسوقة وبتلفها وبترميها في الباسكت بتاع البول، وبترمي عليها السائل وبتحجزها هي كمان. وبتجري عليهم وبتاخد أليكس، وبتلاقي إيدن وما بترضاش تأذيه، وبتدخل في أوضة وبتقفل الباب بالسائل. وبيرمي القط الأسود العصاية على الدعسوقة فبيكسر السائل اللي حواليها وبتقدر تخرج، وهي كمان بترمي عليه اليويو فبتكسر السائل اللي حواليه وبيقدر يخرج. ومن ناحية تانية بنروح لهوريفيكيتور اللي راحت لسابرينا وكلوي وبتاخدهم هما الاتنين وبتجري. وبيجري القط الأسود الدعسوقة على الصوت ومش بيلاقوا كلوي وسابرينا، لكنهم بيلاقوا آثار للسائل فبيمشوا وراه لحد ما بيوصلوا عش هوريفيكيتور اللي حابسة فيه كل اللي اختفوا وبتهجم عليهم. لكن الدعسوقة بتستخدم تعويذة الحظ وبتنزل لها وتر للجيتار وبتفكر هتعمل بيه ايه، وبتفتكر الاغنيه اللي كانت بتغنيها ميلان. والقط الاسود بيستخدم القططيه وبيكسر الحديد وبيحبس هوريفيكيتور بين العواميد، وبيبداوا كلهم يغنوا مع بعض الاغنيه بتاعت ميلان. وفعلا بتفضل تفقد في قوتها لحد ما بتصغر خالص وبتجري على ايدن، وبياخدوا منها التوكه وبتكسرها الدعسوقه وبتخرج منها الأكومة وبتزيل منها الشر، وبترجع كل حاجه لطبيعتها وبترجع ميلان لطبيعتها. وبيتوعد هوكموس للدعسوقة إنه في يوم من الأيام هيدمرها وبإيديه. وبنروح لنينو اللي بيعرض الفيلم على العمدة بروجوا، وبيرفض إنه يدخل المسابقة وقال له إن مفيش حد هيصدق إن الوحش ده حقيقي. وبيهدوه أصحابه وبيقولوا له إن كل المخرجين تعبوا كتير جدا في الأول. تخلص حلقتنا. دمتم طيبين يا أحلى الحلوين، وما تنسوناش بقى في اللايك والشير. سلام.